يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. فلوج النهارده بقى فيه وصفة حلويات هتعجبكم جدا، فتعالوا بقى اخدكم معايا في يومي النهارده واقول لكم عملت ايه. اول حاجه كده صحيت حضرت فطار حلو بقى، وانا اليوم اللي ببقى هعمل فيه حاجات كتير بحب احضر لنفسي فطار بمزاج كده واقعد افطر عشان اشوف اللي ورايا. خلصت بقى الفطار، وطبعا كان عندي غسيل كده عايز يتلم فلميته بقى وطبقته ورجعته مكانه تاني للدولاب. الغساله بقى شغلتها على الغسيل اللي كان عايز يتغسل كده قبل ما اخلص كل حاجه. كنت جايبه بقى شويه توابل وحاجات كده لشعري من عند العطار، فجبت بقى حنه وجبت كمان كمون وفلفل وجبت مشاط للشعر، وجبت كمان بقى صدر مطحون وبذور كتان وكده. فبدأت بقى افضي الحاجة كده في برطمانات، وانا بحب قوي اجيب التوابل كده تكون بحالها وانا بطحنها في البيت عشان بحب احمصها كده، بحب احمص الكمون كده على النار. بجد بتبقى ريحته قلب البيت، بيبقى ريحته كده اكنكم عارفين الكحك اللي بالكمون، بتبقى ريحته حلوه قوي. بدأت بقى اطحن التوابل كده، طحنت الفلفل الاسمر وانا بحب اطحنه في البيت لان لما بجيبه من بره بيبقى الطحن بتاعه خشن كده، وانا بحبه يبقى مطحون ناعم، او بحب عامه البهارات كلها تبقى مطحونه ناعم. فبدأت بقى اطحنه كده بعد ما حمصت طبعا الكمون والفلفل وحطيته بقى في البرطمانات بتاعتهم كده وشيلتهم. وكنت جايبه كمان بخور، فبدأت بقى احطه كده في العلبه بتاعته، وبرده بديله طحنه كده على السريع عشان مش بيبقى مطحون كويس. فطحنته بقى وحطيته في العلبه بتاعته. قلت بقى اعمل حمام زيت لشعري كده عشان يقعد ساعتين قبل ما اخلص كل اللي ورايا. فحطيت بقى من رو افريكان ده الزيت ده على شعري، وعلى باقي شعري بقى الجزء اللي تحت كده حطيت شويه حمام كريم، حطيت عليهم شويه زيوت من اللي انا ببقى عاملاها، حطيت كمان زيت جوز هند وسبتهم على شعري بقى ساعتين. كانت الغسالة خلصت بقى، فدخلت نشرت الغسيل كده بالمرة ومسحت التراب من على كل حاجة بقى، وكنست بقى الأوض كلها. دي تنظيفة يوم الخميس، وده فلوج يوم الخميس طبعا. وكنت بقى عايزة اعمل الاكل فما كانش عندي صلصة، فقلت هعمل للمكرونة كده شوية طماطم نزلتهم من الفريزر وقشرتهم وقلت هعملهم صلصة. كنت جايبة بقى شوية حاجات كده من السوق، فغسلت الملوخية كده، هي كانت متقطفة اصلا، غسلتها بس كده. وكنت جايبة كمان بامية عشان عايزة اعملها ويكا. انا مش بحب البامية اللي بالصلصة بس بحب الويكا جدا، لكن مش باكل الباميه اللي هي بتبقى بصلصه دي. نشفت بقى الملوخيه كده وفردتها على مفرش كده لحد ما تنشف. بعد كده بقى هبقى اضربها في الكبه وافرزها. وكنت عايزه بقى اعمل حجازيه، فحطيت كوبايتين من الدقيق وكوبايتين من دقيق السميد، عليهم بقى كوبايه من السمنه على زيت كده ميكس بينهم، معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر وكوبايه ميه، وعجنتها كده. وهكتب لكم المقادير بتاعتها كلها تحت في الكابشن. عملت بقى الخليط اللي هيتحط في النص كده، هو عباره عن كوبايه دقيق سميد وكوبايه سكر وخمس معالق قرفة ومعلقة سمنة وشوية مية كده، تفضلوا تحطوها شوية بشوية لحد ما يبقى القوام زي ما انتوا شايفين كده. بدأت بقى اعمل الغدا، فشوحت الكبدة كده في شوية زيت بالتومة، نص كمية الفلفل اللي قطعتها كده، وبعدين حطيت شوية خل. ولما بتستوي بقى بحط الفلفل التاني عشان يبقى الفلفل فيه عضة كده ما يبقاش مهري. وخلصتها بقى وخلصت الغدا، وبعدين حطيت بقى في الصينية